السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اموركم كلها بخير. معكم هند، مرحبا بكم معايا مره اخرى في هند ويلبين. اول نهار في رمضان غادي تشوفوا معايا غنصاوب الفطور. غادي نوجد الطبله ديالي، بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا شنو حضرت من الاول حتى الاخير. انا هنا ساليت توجد باقي على الفطور ساعه تقريبا، ساعه وربع. غنشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله يوم غد. شكرا لاي واحد كيكتب تعاليق، كيدعم هاد القناه، كيكمل الفيديوهات حتى الاخير. نلقاو فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في صحيحتكم، خليتكم على خير. السلام عليكم. سولتوني على الورقه ديال البسطيله، هذه هي اللي كنستعمل وهي اللي صوبت بها الورقه اولا البريوات ديال اللوز. فهنا غادي نبدا تحضير ديال مائده رمضان الاولى البارح. خديت هنايا اللحم، غادي ندير طاجين ديال اللحم بالقوق وجلبانه. غادي ناخذ اللحم، حكيت عليه بصله ثومه وحده، تبلته بشويه الخرقوم البلدي، شويه البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه الملح، زيت زيتون، الماء، زعفران شعره والقزبر ومعدنوس والسمن ضروري، وغنخليه يتشحر. هنا غادي نصوب حساء ديال الفطر. عاده كنصوب الحريره في بدايه رمضان ضروري، فالحريره ما تنديرهاش بزاف في رمضان، كنديرها بحال هكا في الاول ولا في الاخر، يعني جوج مرات. بعد المرات كنديرها 3 المرات في رمضان. فهنا ما كانش عندي المقادير ديالها كاملين، ما كانش عندي الكرافس في الدار والحمص السلوليه، فدرت الحساء ديال الفطر. حساء الفطر سهل بزاف وكيجي لذيذ بزاف. كتاخدوا الفطر كتنقيوه، كتزيدوا عليه بصيله، شويه الثومه، الملح، فلفل اسود، زيت الزيتون والاعشاب المنسمه، واحد معلقه كبيره ديال الروز اولا الكينوا اللي بغيتو، وكنغطيوها نخليوها تطيب ديك الفطر في داك الماء. ومن بعد كنحيد دوك الاعشاب المنسمه وكنطحن الصوبه ديالي كتكون جاهزه. الفطر مهم بزاف، غني بالفيتامين د، فيه بزاف ديال المنافع. نحاولوا ندخلوه حتى هو في الطايب ديالنا، واحسن طريقه تاكلوه بها هي بحال هكا يكون طيب في الصوبه ديالو. من بعد هنا نقيت القوق، اللي يعني حيدت ليه دوك الاوراق ديالو، وكنديرو في الماء اللي تيكون فيه الحامض. هنا الصوبه اولا الحساء طابت كما شفتوا معايا 20 دقيقه دغيا تطيب، ما تاخذش الوقت بزاف. وغادي نطحنها كتجي رائعه. هاد الصوبه ديال الفطر وحده من بين الحساءات اللي كنعاودها في الاسبوع، على الاقل يعني كل اسبوع خاصني ناخذ فيها هاد الصوبه. هي والصوبه الخضراء اولا جرين سوب اللي كنديرها بالقرعه الخضراء. منين كتب اللحم كنزيد الجلبانه والقوق، الحامض مصير وصافي. نحاولوا نبقاو نسقيو شويه في داك القوق وهو تيطيب. من بعد وجدت هاد الطويجنات صغار، درت وحده فيها سلو، وحده درت فيها البريوات، والاخرى درت فيها التمر. هنا كما شفتوا معايا راح يعني البريوات كما قلت لكم كنحطهم في المجمد حتى كتسالي ليا واحد الكميه، عاده كنعاود نصوب كميه واحده اخرى هكا كيبقاو طريين وفريش ومزيانين. والتمر ضروري ما نغسلوه قبل ما نتناولوه، نمسحوه. هنا دائما كيعجبني التمر ناخذه مع الكركاع، كيجيني بحال كينقص ليه الحلاوه ديالو، فكنحيد العظم ديال التمر وتنحط في وسطو كركاعه، وعاده كنتناولو كيجيني كينقص منه الحلاوه ديالو، ما كيبقاش حلو بزاف. بالنسبه للسلطه، هنا خديت هاد السلطه كتكون عندنا جاهزه، كنظن حتى في المغرب كاينه عندنا. من بعد زينتها هنا بشويه ديال لي طوماط سوريز وشويه ديال الجبن ديال الفته. ممكن تزيدوا هنا البصله مقطعه، ممكن تزيدوا الزيتون، ممكن تزيدوا اي نوع اخر من الخضر الا بغيتو، خيار ولا خس اللي بغيتو.
بالنسبه للشهيوه ديال هاد اليوم الاول د رمضان، درت هادو ديال هاد الورقه ديال الروز اللي كتكون هكا يعني كارمه، وغادي نعمرها بواحد الحشوه ديال الكرنب والخيزو والزيتون. صافي ساهله بزاف. غندير معاه شويه الفيرميسيل، شويه الفيرميسيل، وتبلتها بشويه الملح، زيت البلديه والفلفل الاسود، وصافي كتجي خفيفه بزاف، كتجي رائعه لذيذه هاد الحشوه. الكرنب حتى هو واحد من بين الخضر اللي كنجيبو كل اسبوع، وضروري كنتناولو هكا، يا اما طايب يا اما في الحساء يا اما في العصير ديال الخضر. الكرنب عنده بزاف ديال المنافع ومزيان بزاف للجهاز الهضمي ديالنا، فضروري نكونوا كنتناولوه كل اسبوع. هنايا غادي نعمر هذوك الوريقات ديال الروز، من بعد ما كنحطهم في الماء واحد شويه، ما نحطوهمش كلهم في مره واحده، كنحطوا كل ورقه بوحدها على اساس حتى كتطلق لكم عاده كتبداو تعمروا فيها. من بعد هنا غادي ندهنهم بشويه زيت البلديه، وزينتهم شويه زنجلان الاسود، سمسم اسود. ممكن تحمروهم في المقله لا بغيتو ديروهم في الفران ممكن. وهنا غنصوب العصير ديال الخضر اللي غادي نفطر به، هو الاول غنفرق به الصيام ديالي. فهنا درت شويه ديال الكرنب، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال السبانخ غسلتهم، وغنزيد عليهم حامضه، وغنزيد عليهم الماء، وكنطحنو، ومن بعد كنصفيه وتنشرب داك الماء ديال هاد العصير ديال الخضر، وهو اللي كنفرق به الصيام ديالي. كنتسنى شي شويه بعد ما تصلي المغرب، وكنجي نكمل الفطور ديالي. العصير ديال الخضر كيبقى احسن عصير ممكن تاخدوه مع الفطور، ما غينفخكمش، مسوس ما فيش الحلاوه، وغادي يساعد الجسم في عمليه الهضم ديالو اللي كان كيدير. بالنسبه للسحور غادي ندير هنايا شيا، بودين الشيا. غادي ندير الحبوب ديال الشيا، وغنزيد عليهم الحليب ديال اللوز، وغادي نخليهم حتى كيعقدوا، يعني ديك الشيا كتشرب داك الحليب. زدت عليهم شويه العسل، قطيره العسل، وغنخليهم يشربوا. من بعد ضفت عليهم واحد الكولي ديال هكا الفواكه الحمراء، درت غير شويه من الفوق. جا واعر، جا زوين بزاف، تسحرت به. ان شاء الله هاد البودين ديال الشيا هو اللي غنبقى نسحر به في هاد رمضان، حيت جا خفيف. والشيا سيت غتعاونكم بزاف على الامساك في رمضان، فحاولوا ديروها. والحمد لله في المغرب لقيتها يعني متواجده، يعني الشيا سيت وما غالياش، فحاولوا تدخلوها معاكم في الغذاء ديالكم. وصافي هنا مشيت نسربي الطبيله ديالي ديال الفطور. حطيت صوبه، حطيت هاد لي نيم لي صوبت ديال الكرنب والخيزو والسلطه كما شفتوا معايا. بالنسبه للسحور خديت داك البودين اللي صوبت ديال الشيا، وضفت عليه ديك شويه ديال السلطه وواحد جوج ديال لي نيم. ففي الفطور بالطبع راه ما تناكلوش كلشي اللي تيتحط فيه، داكشي اللي تيبقى راه تنعاودو نتسحروا به مره اخرى. والخبز ديالنا كويس داتاي، وهذا خبز بدون جلوتين، كنسخنو وكنحطوه في الشبيكه ديالو. وهذا هو الفطور ديالنا اللي صوبت في اول يوم رمضان. الله يدخلوا عليكم علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد. ان شاء الله غنحاول نحط لكم وصفات اخرى بوحدها. تهلاو في صحيحتكم، ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، تشاركوا في القناه. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير والسلام عليكم.